أهلا بيكم، عاملين إيه؟ النهاردة جاية أتكلم معاكم عن موضوع مهم وأكيد جه في بالكم، وهو يا ترى لغة الجسد اللي هنتعلمها ممكن تتزيف؟ وده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. لغة الجسد من الحاجات اللي صعب تزييفها حتى لو حد متعلمها، ودي الإجابة العامة للسؤال. وده بسبب عدم التناسق اللي بيكون عليه الشخص لو فكر يزيف لغة جسده، بمعنى إنك هتلاقي إشارات جسمه وكلامه مش متناسقين مع بعض. وبالمثال ده هيوضح الكلام أكتر وأكتر. كان في مرة واحد رايح يقدم على وظيفة، ووسط الانترفيو اتسأل ايه اللي خلاه يسيب مكان شغله القديم، وإجابته كانت إنها مش ضمناله مستقبل كويس، وإن قراره ضايقه بسبب إن علاقته مع باقي زمايله كانت كويسة. لكن بعد ما راجعوا الكاميرات بالتصوير البطيء لقوا إن علاقته بمديره ما كانتش كويسة، على الرغم إنه كان بيشكر فيه طول الانترفيو. طب إزاي قدروا يعرفوا حاجة زي دي؟ وهما بيراجعوا حركات الشخص لقوا إن كل مرة بيجيب فيها اسم مديره كان بيحصل حركة سريعة منه في جنب وشه الشمال، وده معناه إنه مش مرتاح للي بيقوله، اللي هو كان شكر في مديره. وفعلا لما تواصلوا مع مديره أكد لهم إنه اترفد من الشركة لأنه كان بيبيع مواد مخدرة لزمايله. وقبل ما أختم معاكم هقول لكم إن ممكن لغة الجسد تتزيف لو الشخص خبير فيها، ولكن برضو لمدة معينة من الكلام، وهيبقى زيه زي أي حد وهيبقى متناقض. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا واستنوني الحلقة الجاية. وما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تكونوا أول ناس تشوف الجديد.